رفض أهالي المتوفين بحادثة حريق مستشفى جازان العام استلام الجثث من المستشفى، وتم الطلب منهم التوقيع على أوراق تفيد بأن سبب الوفاة طبيعي. هذا أثار استياء الأهالي اللي طالبوا بالتحقيق في الحادثة اللي قاعد يصير حاليا. المزيد في تقرير حمزة الشمري، وراجعين من ثاني نتكلم مع أحد الأهالي. أبدى عددا من أهالي الضحايا استياءهم من إبقاء ذويهم في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ما جعلهم يقدمون شكوى للجهات الحكومية والتي بدورها تكرر الوعود. آخرين فقدوا ذويهم فلم يجدوهم أحياء ولا أموات، ولم يجدوا حتى المساعدة والإنصاف. وعلى النقيض هناك من تم الاتصال به للحضور لاستلام الجثة، وعند الحضور غابت المساعدة وزاد الأهالي حسرة. وآخرين من أهالي المتوفين رفضوا استلام الجثث من المستشفى بعد أن طلب منهم التوقيع على أوراق رسمية بأن سبب الوفاة طبيعية، ما زاد الاستياء والحسرة لدى الأهالي. والله منتظرين تقارير طبية وحصل فيها تلاعب. في الصباح وقعونا على أوراق على أن الوفاة مقتنعين أنها وفاة طبيعية وقضاء وقدر، ورفضنا التوقيع على الأوراق وغيروا تقارير بموجب العقيد ووقعنا عليها. بس الآن التقارير الطبية فيها التهابات حادة، لأن دخلت المستشفى الملك فهد واطلعت على التقرير وما في عنده التهابات حادة، كله عن طريق اختناق. والله طالب بجثة أبي، يعني الآن أبوه له 5 أيام عندهم لسه وما أعطوني أبوه، وعطونا تقارير. التقارير هذه يعني قضاء الله وقدره أول شيء من هنا، وبعدين رجعوا غيروا لنا تقارير بالتلاعب بالتقارير. تقارير يعني ما احنا عارفين تقارير لحد الآن إيش اللي، لحد الآن ما احنا عارفين إيش اللي جوا. بس أول تقارير قالوا لنا امضوا عليها تقارير قضاء الله وقدره، ما هو حالة اختناق. للحديث عن الشيء المأساوي اللي قاعد يصير مع الأهالي، معي مباشرة من جازان قريب أحد المتوفين بمستشفى جازان محمد عابد. أهلا أخوي محمد. الله يسلمك طال عمرك. ليش رفضتوا استلام الجثث؟ هل لأنهم قالوا أنه وقعونا أنه الوفاة طبيعية؟ والله طال عمرك احنا ما رفضنا الاستلام، احنا ودنا نستلم الجثث بأي طريقة، ولكن أولا كان في تأخير من قبل الجهات الأمنية حسب الإجراءات المتبعة لديهم والأدلة الجنائية، وهذا إن دل على شيء فهذا يدل على حفاظا على حقوقنا، ما نقول في شيء. طيب. وانتظرنا الفترة ما فيها الكفاية. ويوم وصلنا اليوم كان الساعة 7 صباحا في ثلاجة مستشفى الملك فهد، وتفاجأنا على أن أحد رجال الأمن عمل صيغة القناعة، إقرار قناعة على أن الحدث طبيعي، وأنه مجرد ما ذكر فيها الاختناق ولا ذكر فيها. طيب ايش دخل رجل الأمن أنه يكتب تقرير؟ ليش ما يكون الشؤون الصحية هي اللي تكتب التقارير؟ والله رجال الأمن هم اللي تولوا الحدث من البداية تحت سعادة العقيد المباركي. كان متواجد معنا اليوم في مستشفى الملك فهد والملازم فهد آل خالد. طيب. وكان هم متولين الموضوع تماما وعملوا التقارير الطبية واستلمنا الجثث من قبالهم. الحين استلمتوا الجثث؟ نعم استلمناها، ولكن ايش سبب الوفاة؟ طلع ايش كتبتوا وش وقعتوا عليه؟ والله الوفاة أساسا هي اختناق أثر حادث حريق في مستشفى جازان العام. ونوع من الإهمال وشيء، لأن أساسا المستشفى البرج. نعم أنا عارف إنه الكلام هذا، بس أنا أتكلم أنتوا إيش كتبتوا في الورق اللي وقعتوا عليه؟ الوفاة طبيعية ولا كتب كلام غير لا غيروه الصباح. ممتاز. لما جاء نعم الملازم فهد كلم الرقيب وقال له لا غير الصيغة ولا تخليها اكتب فيها استلموا الجثة بناء على التقارير الطبية بما موجود في التقارير الطبية. ولكن برضو التقارير الطبية ما سلمونا، رفض تسليمنا العقيد المباركي. تكلمت معه شخصيا. أيوه. على اني اتحصل على صورة من التقرير الطبي، ولكن رفض، قال انما التقارير الطبية تحفظ في الملف عندنا ونعطيكم شهادة وفاة. وشهادة الوفاة ايش فيها؟ يعني زي ما يقولون ما خفي اعظم، ان حتى المستشفى اللي تم فيه الحدث اللي هو مستشفى جازان العام لم يذكر في الشهادة، وإنما ذكر مستشفى الملك فهد المركزي في التقرير شهادة الوفاة، ولم يطرأ أي شيء. طيب كيف تقبل تستلم الجثة بهالحالة اللي أنت قاعد تقولها؟
والله احنا استلمنا الجثة لأن إكرامة الميت دفنه. نعم أكيد. تأخر يعني في الثلاجة، رجل يعني ما يحتاج عاد نأخر، واحنا ودنا ندفن الجثة، وإذا في أي إجراءات أخرى أمنية احنا بنتخذها. ايش اللي بتسوون؟ ايش اللي ناويين تسوون انتم والأهالي؟ ايش اللي والله حقيقة عليه؟ أنا سيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة جيزان تفاعل تفاعل جدا جدا مع الموضوع، وتقابلت معاه كان يوم أمس الأول، وكانت حالته الصحية تعبانة جدا، ولكن أصر على أن يزور الجرحى. اي بس هل الأمير وعدكم أنه بيكتبوا لكم سبب حالة الوفاة؟ نعم الأمير كلف لجنة من قبله. طيب. وأعطاهم فرصة إلى اليوم الأحد أن يجيبوا جميع الملابسات الحادث، هذا جوانبه. هذا اهم شيء، انكم يعني بس انه حقكم يعني انه في المطالبه انه اهم شيء ما يضيع. اخوي محمد عابد من جازان حرصنا على هالقضيه، وان شاء الله انكم يعني تاخذون حقكم يعني شرعا ممن اخطا بحقكم. اخوي محمد عابد من جازان ذوي احد المتوفين، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. نعم بس احنا تفضل. عندي ملاحظة في البرج هذا المستشفى، البرج هذا مشاكله سابقة لأوانها. بنتكلم عنها الآن مع حقوق الإنسان، خليك معنا لا تروح بعيد، لأنه بنتكلم مع حقوق الإنسان. شكرا لك محمد، يعطيك العافية. حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تكلمت اليوم في بيان من 3 صفحات في 17 نقطة تؤكد كثير من الحقائق اللي من زمان الناس تتكلم عنها في وزارة الصحة. يعني من زمان وإحنا نقول أن وزارة الصحة ما تستقبل حالات مرضية طارئة أو تطلب من الجهات الإسعافية أو ذوي المرضى الذهاب إلى جهة أخرى، وبعدين هذا يتسبب في وفاة الكثير من المرضى. أيضا حقوق الإنسان اليوم قالت أنه ضعف واضح في كفاءة الكادر الإداري وقلة أسرة، هذا الأمر يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية. ايضا في بيانهم اللي مكتوب انه في عندهم ضعف كبير جدا في اقسام الطوارئ في المستشفيات، ومحدوديه في عدد اسرتها، واستمرار المراكز الصحيه في مباني مستاجره. نتكلم عن اغلب مدن المملكه، اضافه الى ضعف تاهيل الكادر الاداري، وشكوى بعض المستشفيات من قله التجهيزات الطبيه، وهذا موجود في اغلب المستشفيات، وافتقاد قطاع الصحه الى استراتيجيه واضحة يمكن البناء عليها والعمل من خلالها. هذا اليوم يعني، وأيضا في نقص في الأدوية في صيدليات المستشفيات. هذا الكلام كله رغم أنه الخدمات المقدمة، هذا اللي يقولون الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الخدمات المقدمة للقطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من اهتمام، وما تخصصه الدولة رعاها الله لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة. فقد لاحظت الجمعية أن من أسباب نشوب هذا الحريق الإهمال والقصور في المراقبة. عشان كذا معي الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا دكتور مفلح. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. دكتور مفلح، حقوق الإنسان وضعت 17 نقطة ضد وزارة الصحة وما يعانيه المواطن من الوزارة. هل تواصلتم مع وزارة الصحة قبل هذه الكارثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية نعزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي العهد في هؤلاء المتوفين، وأيضا نعزي أسر المتوفين، وندعو للمرضى بالشفاء العاجل. لا شك أن مثل هذه الموضوعات قد أثيرت مع أغلب وزراء الصحة السابقين، وكان هناك حديث ونقاش مستمر فيما يتعلق بموضوع تحسين الوصول والحصول على الحق في الصحة. للأسف الشديد نحن نلاحظ بين حين وآخر أن هناك انتباه لمحاولة إصلاح الأمر، ثم عندما يبدأ العمل يضيع في دهاليز الوزارة والشؤون الصحية في المناطق، ولا يتم متابعة هذه الإجراءات التحسينية. حادث مستشفى جازان يعكس واقع، وهناك أيضا إشكاليات في مستشفيات أخرى إذا لم يتم المبادرة بإصلاح الوضع. طيب. هناك قصور في المتابعة، وقصور في الصيانة، وقصور في
ما يتعلق بموضوع تقديم الخدمات للمرضى بشكل عام. طيب، نقدر للوزير تحمل المسؤولية عن الحادثة، لكن نأمل معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في حقه بالعلاج، وأن تتم محاسبة المقصرين. مين المقصر في هذه الحالة؟ هل أنتم تقولون أنه المقصر الوزير بناء على كلامه، أو الوزارة عموما، أو مسؤولينها التنفيذيين؟ مبادرة الوزير بتحمل المسؤولية هذه أمر يشكر عليه، ولكن لدينا المقصر هناك جهات وآليات وإجراءات. هناك تقصير في تخصيص الميزانيات على المستوى المحلي في المناطق والمحافظات، هناك تقصير في الإجراءات، هناك تقصير في التدريب، هناك تقصير في محاسبة المقاولين اللي ينفذون المشروعات. من المقصر؟ من هل نقول الوزير لأنه على رأس هرم الوزارة، أو الوكلاء، عشان بس نكون واضحين في هالموضوع؟ لا، دائما ينصرف الحدث مثل ما ذكر معالي الوزير، دائما ينصرف الأمر إلى رأس الجهاز، ولا شك أن التقصير يبدأ من الموظفين المباشرين ثم يرتفع شيئا فشيئا بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منهم. لكن أيضا عندنا مشكلة لاحظناها فيما يتعلق بغياب التنسيق بين الجهات. نجد مثلا هذا الحادث هناك جهد من الدفاع المدني، وهناك أيضا عمل من المستشفى. لماذا لم يتم تلافي الأمر عندما تم ملاحظة الأمر من قبل الدفاع المدني؟ وهل الإشكالية في الشؤون الصحية أو الإشكالية في الجهات المسؤولة عن تخصيص الميزانيات لمثل هذا العمل في الوزارة؟ مثل هذه الأمور لابد تبحث ويتم معالجتها. رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، شكرا لكم على هذا البيان الواضح والصريح جدا مع الوزارة. نأمل أن تكون وزارة الصحة تحطه يعني في أولوياتها الفترة الجاية. شكرا لك، يعطيك العافية.